احس بنفسي شويه يقولوا الجنة. الله يرحمك يا جدي. خلينا متفقين ان مش كل الناس بتسمع اغاني، ومش كل اللي بيسمع اغاني بيسمع راب، ومش كل اللي بيسمع راب بينصت لتحليل التراكات بتاعة الراب، ومش كل اللي بيقعد يسمع تحليلات الراب يعرفوا اسم زي بيشوز. طبعا واحد يجي يقول لي يا ترى مين بيشوز ده، هقول له احنا هنروح البيت ونجاوب على السؤال ده. انا هخش في الموضوع غلط. انا شفت الفجر. مبدئيا كده بيشوز ده ما تعرفش تقعد تتكلم معاه عادي كده، مش زيه زي اياد الموجي كده اي حد يعرفه. لا، وبالمناسبه مش كل اللي يعرفوا اياد الموجي يعرفوا ان هو لما ابتدى بمحتوى الراب، ومش كل الناس دي بقى تعرف بيشوز بطل حلقتنا. مين بقى بيشوز ده؟ رئيس مجلس اداره كومنتات لايفات مع التيم. واحد بقى يجي يقول لي ايوه يعني انت عايز ايه؟ هقول لك انا بدات بقى بكل القصه دي ان هو بطل قصتنا النهارده، الا وهي بيشوز ده. في مره والله ده حصل، كنت انا فاتح لايف على هذه القناه، كنت سارق ماتش للاهلي في بطوله مهمه. اللايف كان عليه مشاهدات كتير جدا، ولكن ما كانش فيه ولا كومنت على هذا اللايف. واذ وافاجئ بكومنت من بيشوز بطل قصه النهارده، فيما معناه باختصار كالاتي: يا اسطى هو انت محتواك راب ولا كوره ولا جيمنج ولا افلام ولا فلوج ولا ايه؟ الواد يا عيني احتار. طبعا انا شفت الكومنت من هنا بقيت في حاله لا يسرى ولا دينا شربيني لها. الواد ده كشفني ولا ايه؟ رحت مسح الكومنت. انا شفت الفجر. طبعا انا مسحت الكومنت من على اليوتيوب ولكن وديني وما اعبد الكومنت ما اتمسح من هنا لحد النهارده. واحد طبعا بقى فالياسوف يجي يقول لي ايوه يعني القصه دي كلها عايز ايه منها؟ قول. هقول لك عزيزي المشاهد ان بيشوز معاه حق، وانه فعلا انا عشوائي. طبعا انا عارف ان دي حاجه ما تخصكش، ولكن ليه انا بقى بقول كل الكلام ده؟ لان انا تقريبا عملت جميع انواع المحتوى في هذه القناه: فلوج، جيمنج، رياكشن راب، تحليل راب، رياكشن مش راب، فيديوهات عليه. جربت ان الاي اي يكتب لي سكريبت وانا اقوله، جربت ان انا اعمل فيديوهات هادفه، عملت كل حاجه في هذه القناه. الفيديو ده بمثابه رجوع ليا واعلان لبرنامج جديد باذن الله هعمله هنا، الا وهو برنامج سف شديد او سف جديد، يعني مش عارف بقى. المفروض ان هو هيكون كوميدي ساخر، ولكن مش هيكون كوميدي وساخر فقط. فبما اني انا عشوائي هحاول انظم العشوائيه دي شويه معاك وعشان تفهم ايه اللي هيحصل برضه في القناه. ثالثا واحد يجي يقول لي ايوه يعني انت مش هتعمل رياكشن راب تاني؟ هقول له لا عزيزي، كتاب الله بحبك، على الطلاق بحبك، انا مش ناسيك. انت كفان لمحتوى الراب على هذه القناه، عشان بس تبقوا فاهمين برضو حاجه، مش اول مره اعمل فيديو رجوع ليا تاني ان انا هبتدي من الصفر تاني، ولكن حرفيا فعليا جزئيا كليا الصفر ده مش زي الصفر اللي فات. ثانيا عملت لك قناه جديده ولكن مختصه بمحتوى الراب فقط، رياكشن بقى، تحليل، تفصيص، اللي انت تسميه بقى عادي، لان انا فعلا بحب الراب. ولكن خلينا متفقين على هذه النقطه، هو ده اللي ساري حتى الان. ممكن ايه اللي يحصل تاني الله اعلم، لا انت اخويا يالا، وانا بعمل ده عشان تبقى يعني فاهم. عفروتو قال ايه؟ مش بالحظوظ. انا عايزك تتخيل معايا اسم البرنامج الجديد ده عباره عن ايه، الا وهو سف شديد. فانا عايز اشوف دماغك فهمت الاسم ازاي. فبكل اختصار القناه دي هتكون لبرنامج جديد، وممكن بقى فلوج، ممكن كذا ممكن كذا. تاكد ان انا بحبك في الله، ما اعرفكش قوي بس يعني انا بحب الناس كلها، مش كلها قوي بس يعني بحب الناس مش كلها. تعمل لايك، سبسكرايب، كومنتك. قناه ماتت، قناه واقف من عليها الربح. فبعد اذن احمد ابو زيد لو تسمح لي ان انا اسرقك. ووصلنا لفقره الكود بتاع النهارده، وفقره الكود بتاعت النهارده بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. احس بنفسي شويه يقولوا الجنة. تحسني بند، تحسني ناس كتير في نفس الوقت، تحسني جوايا وحش بس ربط. لا اله الا الله بحبك، خلي بالك من نفسك. سلام بحبك، لا اله الا الله بخاف عليك.